عليكم، السلام عليكم. عاوزه اقول لكم، مش عارفه، حاسه ان الدنيا مظلمه صح؟ ياسلين تعالي نروحي افتحي الانوار. عايزه اقول لكم ان انا لسه طالعه من تحت، لسه جايه من عند امي. دخلت السوبر ماركت 1000 جنيه، 3 شنط دول ب 1000 جنيه. افتحي النور ده. كنت بجيب حاجات ناقصه كمان. عايزه اعمل الاكل، مش عايزه اعمل اكل، انا عامله اكل المحشي بتاع امبارح. بس ايه، نروح. ايوه بس كده. ربنا ينورها عليك يا بنتي، ربنا ينورها عليك يا بنتي. نفسي يا جماعه رايحه للقشطه، فرحت جبت ربع كيلو قشطه اهو. جبت بيبسي، جبت كيس مكرونه سباكيتي، وجبت فيجيتار عشان انا بحب الفيجيتار. ادي اول كيسه خلص. بعد كده جبت العيش اللي هو ده عشان بحب اعمله بالجبنه. جبت ده ليا للسهره، ليا للسهره. نو. جبت كيس المكرونه دي، عجبتني. انا عندي مكرونات قد كده قد كده اهي، بس دي عجبتني. تعالى بقى في الشنطه الكبيره دي. وايه كمان؟ جبت دي ليا وايه. نو. انتي وهو متعبين، وانتوا عارفين انتوا عملتوا ايه كويس. جبت بقى دي يا جماعه اللي هي اسمها ايه، لارج دي. كيكه لارج دي يا جماعه خطيره بجد 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 خطيره. انا بعملها ازاي؟ في ناس بتاخدها بتسيحها في الميكرويف، انا ما بحبهاش كده. جربي بقى تاكليها ساقعه مش سخنه، حاجه تالته خالص. شوفوا حاجه تالته خالص. انا بعمل ايه بقى؟ سيدينا عارفه انا بعمل ايه. بمسكها وبروح ايه ماسكاهم كلهم دول وحطاهم في درج التلاجة. كليها ساقعه، كليها ساقعه، هتلاقي طعمها بجد بجد خطير، خطير قوي. نو. وجبت ده جبت ده ايه ده؟ وانا اقول برضو 1000 جنيه ليه؟ اتاري حطيت لي ده. بصوا انا كنت داخله عشان اجيب اجنحه، انا بحب يا جماعه الاجنحه جدا جدا، بحب اكلها اللي هي السبايسي دي بتاعت كوكي. فقال لي في دبوس، فجبت الدبوس. فلقيته بيقول لي 1000. 1000 انا جبت ايه بال1000؟ اتاري حط لي ستريبس. ستريبس حار. بس تعالوا بقى ايه، نسخن الاكل ونعمل محمر ده ونقعد ناكل كده ونعمل سهره جميله. انا بحط بقى في الايه، في الدرج ده وبرصهم كده. بصوا يا جماعه انا بحطهم وبرصهم هنا، طعمهم بيبقى خطير. طبعا هما بياكلوهم معايا يعني. ابقى اجربها ان انا احطها في الميكرويف كده عشان انا بحب اكلها ساعه اكتر. عايزه اقول لكم على حاجه. انا امبارح ما كلناش غير الكرنب، كلنا الحله كلها، بس دي بقى ما يعني ايه، ما كلناش منها غير فلفلتين، فالحله لسه زي ما هي. فحطيتها بقى تاني على النار تسخن عشان نتغدى. نعمل بقى جنب الاكل، حمر بقى اي حاجه. مش عايزه اكل بانيه، اكل حاجه من مشتقات البانيه بس مش هاكل بانيه. حط بقى دول هنا يتحمروا. انا مستخسره الزيت والله.
بصوا يا جماعه، خلاص كده حمرت. بس دول حاسه ان انا عايزه اسيبهم كمان شويه، معرفش ليه، حاسه ان انا عايزه اسيبهم. الستريبس اتعمل. بصوا يا جماعه، انا حمرت الحاجه دي قلت كده استوى. حط بقى المحشي ده هنا اهو. بصوا يا جماعه، كان في حبه كرنب من امبارح سخنتهم لسوسو عشان هي بتحبهم، وعملت انا المحشي اهو، حطيته هنا اهو. وادي الاكل، وادي البيبسي، وادي الاستاذ سليم اللي متعاقب، وبس كده. بصوا يا جماعه، انا صاحيه على مصيبه بالنسبه لي. صاحيه لاقيه الفيسبوك بتاعي مقفول. هاتيلي سليم مناديل. لاقيه الواتساب محظور. كل التلاتة دول عشان اعرف افتح الانستجرام انا دافعه 4000 جنيه. هتحرم من اوضه النوم. هو الله يسامحه. مين ده؟ اللي عمل كده فيكي الله يسامحه. يسلم. بص، عايزه اقول لكم والله العظيم انا ما اعرفش. انا صاحيه لاقيه الفيسبوك والانستجرام والواتساب مقفولين. الفيسبوك عشان ماسكه مهندس فانا هعرف ادخله، يعني هعرف ادخله، بس الاكونت نفسه اللي انا عامله بيه الصفحه اتحظر. اتحظر، تمام. يعني انا كده في اي خناقه مع الراجل ده هو اللي هيترد بره صفحتي، مش انا اللي هترد. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى، الانستجرام انا دافعه عليه 4000 جنيه عشان افتحه. الواتساب بقى اللي مش عارفه افتحه ليه يا دنيا. الواتساب اصلا يا جماعه الرقم مش رقمي، تمام. الرقم اصلا ما كانش موجود، انا فاتحه واتساب بس، فالرقم مش باسمي عشان اعرف ان انا اروح اطلع تاني، فاستحاله ان انا اعرف ارجعه تاني. المشكله دلوقتي ان انا الواتساب اللي اتقفل ده كان الواتساب بتاع الشغل، ففي ناس دلوقتي محوله لي فلوس، حولت لي فلوس، يعني هم بياخدوا السكرين ويبعتوا لي بقى على الخاص، دول انا حولت لك كذا كذا، فبيبعتوا لي بياناتهم. ففي 3 حولوا لي امبارح، 3. انا مش عارفه اتواصل معاهم، غير بالليل اتواصلت مع 2، فاضل واحده، والواحده دي هي اللي دافعه اكبر مبلغ. فانا قدامك اهو بقول لك كلميني على الرقم اللي انت حولتي عليه اللي هو 0100. الرقم اللي انت حولتي عليه الفلوس كلميني عليه على الواتساب اللي هو 0100، تمام، عشان بس اعرف اتواصل معاكي واخد البيانات بتاعتك. انا اتواصلت مع الاثنين التانيين، شافوا الستوري اللي انا نزلتها على الانستجرام وتواصلوا معايا. انما انما اللي هي الكبيره اللي هي اللي دافعه المبلغ الاكبر دي مش عارفه اتواصل معاها. فانا قدامك اهو بقول لك كلميني على الرقم اللي انت حولتي عليه اللي هو 0100. انا جيت ان انا اتصل بيكي على الرقم اللي انت محوله عليه، تقريبا انت محوله من كشك من شارع، مش عارفه. فانا بالنسبه لي دلوقتي يعني انا تعبت والله العظيم. انا مش عارفه انا اللي بيحصل فيا ده ليه كده. يعني انا بيحصل فيا لقيت معمول لي تسجيل خروج، اجي ادخل الباسورد حتى بتاع فيسبوك مش عايز اخش. الانستجرام انا دافعه هاكر فلوس عشان يدخلني الانستجرام بتاعي، دافعه 4000 جنيه عشان يدخلني صفحتي، تخيلوا يعني. فانا مش عارفه، انا مش عارفه. ف يعني دي بالنسبه لي يعني مش مصيبه، دي بالنسبه لي بتبقى كارثه، يعني ده شغلي، ده شغل، ده الشغل. يعني اكل عيشي من ده، اكل عيشي من ده، اكل عيشي اللي كنت كمان على الخاص الواتساب اتقفل. فيا جماعه الرقم اللي محطوط في البايو ده انا هغيره اللي هو 010 هيبقى 0100، هو ده اللي انا هخليه رقم الشغل عشان خاطر نعرف نتواصل يعني مع بعض. والحمد لله، الحمد لله ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، الحمد لله، الحمد لله. احسن ما جت في اي حد تاني، الحمد لله. غير كده احول 4000 جنيه صباح الخير، دي الفطار بتاعتي، دي كلمه صباح الخير عشان افتح الانستجرام بتاعي، تخيلوا. شفت سليم بيقول لي من الصبح ماما ما تزعليش، ربنا يسامحه اللي عمل كده. هنبص، يلا
حبايبي 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 ولاد خالتي اللي انا جبته جديد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، طبعا انا وريتكم اطقم الاكروبال اللي احنا هنحط فيها الاكل. تمام، عايزين نجيب بقى الحلل اللي احنا هنحط فيها الاكل. جبت لكم طقمين حلل، عايزه اراضي جميع الفئات بجميع الاسعار. اللي عايزه بسعر على قد الايد هتاخد، واللي عاوزه حاجه قيمه في بيتها برضه هتاخد. تمام، عشان بس انتوا ولاد خالتي، والله انتوا ولاد خالتي. انا على فكره عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا في طقم من دول انا هاخده ليا، يعني هغرفه وهيبقى عملي قدامكم. بصوا بقى، ناس كتيره لما انا كنت اللي خدت مني طبعا الاطقم الاكروبال والكلام ده، قعدت تقولي لو عندك حلل يا دنيا، عندك اطقم تاني اطباق وريها لنا. فانا حاجه هوريكم، انا هظبطكم. تعالوا اوريكم طقم حلل انتوا مش هتلاقوه في حته، بكام يا جماعه الطقم ده؟ طقم حلل مكون من 10 قطع ب 1900 جنيه. شفتوا طقم حلل كده بماتيريال هتشوفوها دلوقتي قدام عينيكم. انا مش اي حاجه. وكمان انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا عايزه اكسب زبون. يعني مثلا عاوزه اللي يكون يتعامل معايا مره، عايزاه يتعامل معايا كتير، يبقى زبون، يبقى يجيب حاجته كلها من عندي. بصوا بقى طقم الحلل ابو 1900 جنيه، 1900 جنيه، 1900 جنيه. انا جايبه رمضان اللي فات، فاكرين الحلتين اللي انا جبتهم؟ جايبه حلتين بس. ما قلت لكم بقى داخل رمضان وعايزه حاجه جديده وبتاع ومش عارفه ايه. الناس قاعده تقول لي فين يا دنيا جايباهم منين؟ احنا كنت جايباهم من عندنا في السوق هنا، كانوا بيتباعوا يعني عادي لو بيتباع فرط او حاجه. اول حاجه يا جماعه في الطقم، في الوك الكبيره قوي دي. الطقم ده يا جماعه تيتانيوم، الطقم ده تيتانيوم ب 1900 جنيه، ب 1900 جنيه. والله انا حاطه هامش، بس انا عايزه غويطه ازاي. انا جايبه لكم اعرض لكم اللون الموف، هو في الوان، هوريكم الوانه. بعد كده الحله الكبيره، بصوا انا عايزه افتحه لكم كله عشان بس ايه، اوريكم الحله حجمها عامله ازاي من جوه. انا كل يا جماعه كل لما بوريكم حاجه الاقي امي تقول لي ايه، انا عايزه دي تعيد الام، عايزه دي تعيد الام. قلت لها يا امي انت خرمتي كده في المبلغ جامد. بصوا يا جماعه، دي اكبر حله موجوده. انا عايزه بس اوريكم حجمها عامل ازاي. بصوا الحله دي مقاس 28. بصوا الحله تقيله، لا هتلزق معاكي ولا اي حاجه. بصوا الغطا عامل ازاي. دي اكبر حله. بعد كده الثانيه، انا هخليكم كلكم تتظبطوا على رمضان وسط عزايمكم وسط اهاليكم والعزومات بتاعتكم. نعم، خليهم يعملوا لايك عشان ايه؟ ماشي. بصوا يا جماعه الحله اللي بعدها، انا عايزه اقول لكم انا ابتديت لكم بده، في طقم تاني خطير. دي الحله المقاس اللي بعد كده، دي مقاس 24 اهو. بصوا اللون يا جماعه، بصوا اللون خطير ازاي. تيتانيوم، دي تيتانيوم كده. عشان بس بلاقي يخش يقول لي دنيا ده نوعه ايه؟ تيتانيوم، مش جرانيت ولا سيراميك، ده تيتانيوم. بص بقى في صينيه، الصينيه مقاس 24 برضو. بصوا الصينيه كده تبقى مع الطقم، تعملوا فيها صينيه بطاطس بالفراخ، صينيه رز معمر، صينيه مش عارفه ايه. بصوا بعد كده في حلتين تانيين. الطقم ده يا جماعه عامل كام؟ عامل 1900 جنيه اهو. بصوا دي الحله اللي بعد كده، ودي مقاس 16. الحله اللي هي بتاعت الملوخيه، بتاعت لسان العصفور، انا عايزه احطه لكم كده بس كله فوق بعضه عشان تشوفوه. بصوا، ولا رصته لكم على السفره؟ رصته لكم على السفره كده، اوريكم التاني. بصوا يا جماعه انا حطيتهم لكم كده على السفره عشان خاطر اوريكم كده شكله عامل ازاي. بصوا دي اكبر حله زي ما قلت لكم. بصوا
بعد كده دي الحله اللي بعدها، بصوا، ودي الحله اللي بعدها، ودي اللي بعدها اهي، وده الوok الكبير، بصوا، ودي ده الوok الكبير، ودي صينيه، ودي صينيه. شايفين يا جماعه؟ الطقم ده كله على بعضه ب 900 جنيه. تخيلوا الطقم ده كله على بعضه ب 900 جنيه، ب 1900 جنيه. الطقم ده كله على بعضه ب 1900 جنيه. عدوا القطعه بكام بقى، احسبوا انتوا لو هتحسبوا القطعه بكام. بجد يا جماعه انا جايبه لكم حاجه خطيره من الاخر، والله العظيم بجد هتعجبكم. بصوا بقى نقعد كده، انا وريتكم الحاجه اللي ايه العمل، يعني الاتنين عمليين جدا جدا جدا، بس جبت لكم حاجه على قد الايد عشان في ناس ممكن تكون الميزانيه معاها ما يعني ايه مش مكفيه انك تجيبي طقم حلل غالي. انا جبت لكم ده اهو، ماتيريال خطيره جدا، لا يلزق الاكل، حله تقيله تحفه جدا. ده من نفس النوع اللي انا جبته السنه اللي فاتت، فاكرين الحله النبيتي اللي انا بطبخ بيها جوه؟ الحلتين الكبيره، عشان انا جبت واحده وسط وواحده كبيره، فده من نفس النوع. خطير يا جماعه، خطير خطير خطير، ب 1900 جنيه. تخيلوا. تعالوا بقى اوريكم حاجه نعلى بقى بليفل الوحش بحاجه تحفه. بصوا بقى، جايبه لكم بقى الطقم ده عليه هديه، عليه حاجه اصلا ب 500 جنيه لوحدها. ده عليه طقم شوربه هديه، بس استنوا عايزه اوريه لكم شكله عامل ازاي. ناس كتيره جدا بتسالني على نوع الطقم الحلل اللي انا بطبخ بيه جوه اللي هو الاسود. جبت لكم بقى يا جماعه من نفس الحاجه كده، ده جرانيت بس ده اغلى شويه من ده. ده يا جماعه عامل اللهم صل على النبي، عامل 6000 جنيه. ده عامل 6000 جنيه، بس ده حاجه خطيره، حاجه خطيره. حاجه دي بقى للعمر، حاجه للجهاز. بصوا يا جماعه، بصوا الوك دي خطيره. الحله بصوا تحس ان هي كده عامله ازاي من هنا. بصوا شكل، بصوا الايد دي الوك، تمام. بعد كده انا عايزه اجيب الحلل بالايه، بمقاساتها، بالكبير الاول يعني. بصوا ده، بصوا ده يا جماعه، دي اكبر حله. جبت لكم اللون الاسود عشان انتوا عجبكم اللون الاسود، هو في منه كل الالوان، هقول لكم الوانه دلوقتي. بصوا يا جماعه، بصوا الحله وشياكتها وخطرتها، حاجه خطيره خطيره. بصوا عامله ازاي، برضو يعني هفتح كله واوريهولكم كده. دي الحله اللي بعد منها اهو. انتوا عارفين انا ليه بتعب؟ انا ما بتعبش من التصوير، انا بتعب من اللي بعد التصوير، انا بقعد الم كل حاجه انتوا فاهمين. بس الطقم ده يا جماعه بجد بجد تحفه تحفه. انا اصلا بفكر ان انا اخده عندي، بس مش عايزه اسود، يعني عايزه ابدل بلون تاني، يعني هاخد منه بس يعني لون غير الاسود، عشان انا عندي هو في منه الاسود والجراي والنبيتي. الاسود والجراي والنبيتي خطير يا جماعه بجد بجد. في بقى معاه جريل، يعني معاه ووك ومعاه جريل. دي الجريل بتاعته. بصوا طقم تقيل، متقدريش اصلا تشيليه. بصوا عامل ازاي يا جماعه. ومعاه كمان طاسه صغيره، دي ووك يا جماعه. بصوا دي عامله ازاي، اللي هي مثلا بتاعت تعملي فيها تطبخي مثلا كبده سجق، تشوحي فيها كبده سجق. دي بقى طاسه، بصوا عامله ازاي. بصوا الفرق ما بين دي ودي، دي غويطه ودي طاسه. بصوا بعد كده حله كمان، يبقى كده هما 4 حلل. بصوا انا هوريهولكوا طبعا. بصوا طقم شياكه يبقى على البوتاجاز، شياكه شياكه. ودي حله تاني مش عارفه افتحها، مع طبعا المسكه بتاعته، المسكات بتاعته، مع الضمان بتاعه.
معاها هديه ايه بقى يا دنيا؟ انا عايزه بس احط لكم على التسريح على السفره، بعد كده اوريكم. بصوا يا جماعه، انا فردته كده كله قدامكم عشان خاطر ان انا اوريه لكم، بس انا مش هجيب الاسود، يعني انا قررت ان انا لما اخده ليا هاخد الجراي الفاتح، يعني هختار لون مش عندي عشان انا عندي اسود وعندي حلل موف، فانا هختار لون مش عندي. بصوا يا جماعه، دي اكبر حله اهي، بعد كده اللي بعدها، كده اللي بعدها، بعد كده الاصغر خالص، بعد كده ده الجريل تشوي عليه حاجات، ودي الطاسه، ودي الوok والشهاده والمسلكات بتاعته. شايفين بقى شكله عامل ازاي؟ عشان بس اوريه لكم. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، شايفين اللي انا فيه ده، اللي انا يعني بتحسر عليه بعد كده، ده ان انا اقعد الملم بقى، اقعد الملم 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 الملم. انا عايزه اقول لكم انا لسه مخلصه تصوير العلب اللي هناك دي. ف ده يا جماعه الطقم اللي جاي مع الطقم الاسود ده هديه. بصوا طقم الشرب ده، بصوا نازل ازاي، ده يتحط بقى فيه شوربه ملوخيه بتاع، يتحط على الرخامه كده بالستاند، خطير. شايفينه عامله ازاي وغويط ازاي، تحفه. ده جاي مع ده ب6000 جنيه، والطقم الموف ب1900 جنيه. اللي عايز ده ياخد، واللي عايز ده ياخد. اللي هيطلب كلمني على الواتساب.